صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، او مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين. طبعا ما انتوا هتشوفوا، لو صباح الفل يبقى صباح الفل، او مساء الفل يبقى مساء الفل. شايفين الفراولة بتاعتنا الجميلة دي؟ انا غسلتها كذا مرة. تمام كده. وانا ما بحب اشتغل بالذات في الفراولة، لازم احطها في مية. احنا بقى هنعمل احلى فراولة، مربى فراولة بمادة حافظة ما تتوقعهاش. يعني مادة حافظة ما هياش مضرة، هي متداولة في كل البيوت وموجودة في كل البيوت. وقبل اي حاجة هنصلي ونسلم على خير خلق الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا زي ما انتوا شايفين كده، احنا ماسكين الفراولة بننضفها وبنغسلها، ولو في حتة بيضة في النص بنطلعها علشان المربى بتاعتنا تبقى حمرة وجميلة زي ما انتوا شايفين. هنا في حتة طرية هنقطعها بردك، وهنظبط الفراولة بتاعتنا. الفراولة بلدي وصغننة وجميلة ازاي يا جماعة؟ الايام دي سعرها جامد، يعني هي تقريبا ب10 جنيه الكيلو. انا عملت 4 كيلو، حطيت عليهم 2 كيلو سكر. والله كيلو المربى ب90 جنيه حرفيا بره. يعني احنا نعمل الكمية دي ونشوف هي فرطت معانا قد ايه. ويلا بينا احنا نشوف بعد ما خلصت الفراولة بتاعتي. شفتوا بقى الجمال؟ انا خدت 4 كيلو في الحلة وفرست 4 اكياس. تمام كده. انا كنت جايبة كمية من جملة يعني. وال4 كيلو الفراولة انا حطيت عليهم 2 كيلو سكر. طبعا ما انت عايزة، انت ممكن تحط ربع كيلو سكر، بس هيبقى السكر بتاعها قليل قوي. هي بصراحة يعني 2 كيلو على 4 كيلو بما يوازي كل كيلو ونص كيلو سكر. جميلة، سكرها مظبوط جدا جدا جدا. ويعني السكر بتاعها ما هوش فازع ولا هو يضايقك ولا اي حاجة. حتى حابة تحطي قرنفل معاها حطي، انا ما بحطش عليها اي نكهات. انا بحب نكهة الفراولة بس هي بصراحة بتبقى طعمها جميل، وطعمها يعني من المربات اللي انتي بتحبيها، تبقى محببة لقلبك زي التين. الفراولة مربات كتير. الجوافية ان شاء الله لو ربنا كرمنا وفي العمر بقية اعمل لكم مربة الجوافية جميلة برضك. المربات دي طبعا احنا بنعملها في البيت، اقتصادية وموفرة، وطبعا مش مرهقة خالص للميزانية. غير ان انت ما تنزلي تقومي شارية مثلا برطمان 350 جرام، يعني ربع كيلو وشوية ب35 جنيه. طب ليه؟ انا ب35 جنيه دول انا ممكن اعمل كمية محترمة ومعتبرة في البيت. انا كده حطيت السكر على الفراولة وقلبته. تمام كده. انا مش مستعجلة عليها خالص، فانا هبيتها في التلاجة لتاني يوم، لاني انا مش عايزة احط عليها اي مية. كده بيتها في التلاجة اهو. شفتوا المية اللي هي نصرتها من السكر؟ يعني مش محتاجة ان انت تحطي عليها مية، وما تستعجليش عليها، لان المية اللي هي نازلة منها ديت لوحدها كفاية. طبعا هي باتت في التلاجة، فاكيد السكر نزل تحت، فانا طبيعي هقلب علشان السكر ما يتحرقش مني وهي لسه ما استوتش. تمام كده. احنا هنرفعها على النار مع بعض ونشوف طبعا الخطوات. في خطوات لازم بنعملها واحنا وهي على النار. هي على النار اهيت وخلاص هي هتغلي. تمام كده. انا الغطا لا، احنا ما بنغطيش. انا بقول لكم المعلومه دي، لا الغطا ما بنحطوش خالص على الفراوله. احنا لو غطيناها هتفور مننا وهتبهدل الدنيا، هتبهدل البوتاجاز وتبهدل الدنيا حواليك. تمام كده. هي خلاص وصلت لمرحله الغليان اهيت. عملت الريمه البيضه دي. الريمه البيضه دي لازم تشيليها من عموما اي فراوله بتعمليها، مش مربى، مش سوري، اي مربى بتعمليها، مش مربى الفراوله بس. تمام كده. هي الماده البيضه دي او الرغاوي البيضه دي لازم تشيليها، علشان هي بتبقى تفسد الحاجه بسرعه. تمام. فانت لازم بتحاولي تشيليها على قد ما تقدري، عشان حاجتك تفضل ما تفسدش بسرعه يعني. بس انا عموما انا هحط عليها ماده حافظه زي ما انا قلت لكم، وهوريها لكم اهي. انا بشيل طبعا على قد ما اقدر الرغاوي البيضه دي. بس ريحتها بقى جميله، ريحتها جميله جميله جميله.
انا بقى وطيت عليها البوتاجاز وايه، سبتها تعيش مع نفسها. يعني انا مش مستعجله، انا لما بعمل اي مربى ما ببقاش مستعجله عليها، وبسيبها تاخد وتدي مع نفسها كده ايه، وتستوى براحتها. بس على قد ما تقدري تشيلي الريمه البيضه بتاعتك ديت، علشان سلامه الفراوله بتاعتك ايه ما تبص بسرعه يعني. خلاص كده انا بشيل الريمه اهوت. انا بقى هعصر عليها، يعني هما 4 كيلو فراولة، انا هعصر عليها مثلا بتاع ليمونتين، هحط عليها 2 ايه عصير ليمون. هو ده بس اللي انا هحطه. في ناس بتحط فانيليا وتحط قرنفل، كل واحد وراحته. لو انتم وصلتوا معايا في الفيديو لهنا، صلوا طبعا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكل حد يكتب لي في الكومنت هو بيتابعني من اي بلد، انا ببقى سعيدة جدا بكومنتاتكم. طبعا اللي بتقول من السعودية ومن الجزائر ومن تونس والمغرب، كل دول احبابي واخواتي، وعلى راسي بتنوروني وتشرفوني. هنا بقى المادة الحافظة بتاعتنا يا جماعة، شفتوا الجمال؟ دي مادة حافظة بقى ايه، يعني صحية زي ما بيقولوا، ما هياش مضرة. انا جبت كيس جيلي فراولة وحطيته على الفراولة بتاعتي. هو طبعا الجيلي انتوا عارفين ان هو طبيعي فيه مادة حافظة، انا حطيتها بقى على الفراولة بتاعتي. المادة الحافظة دي هتحفظ لي الفراولة بتاعتي، وبالتالي الكيس الجيلي ده هيدي، شوفي اللون، شوفي اللون بتاعي، هيعزز لون ايه الفراولة بتاعتي. هي مش محتاجة تعزيز والله، بس هي هيعزز لونها اكتر وهيخلي لونها ايه وردي وجميل اهو. شفتوا الجمال، لونها جميل ازاي. طبعا انا بفضل وانا طول ما انا واقفه قاعده احوش الريم ده، تمام كده، وهسيبها طبعا تستوى على راحتها خالص وتبرد. انا بقى في المرحله اللي هي استوت فيها دي، انتم ملاحظين ان الفراوله هي زي ما هي قطعه هي او حبيبات؟ لا انا ما بحبهاش كده، انا بالمضرب واقوم ماسكاها. بصوا هي مش محتاجه هرس، يعني انت بتقلبي بالمضرب كده هي خلاص استوت، تمام كده. يعني هي لا خشنه ولا ناعمه. في ناس بيحبوها ناعمه قوي ويهرسوها قوي، لا انا بحبها ايه متماسكه، تمام كده. اه يعني مجرد ان انت بتقلبي بالمضرب كده استوت خلاص. شوفوا بقى، شوفوا الجمال. هي بقى عايزه تعيش بقى مع نفسها شويه على البوتاجاز، واما تبرد يعني انا اما تستوي هطفي عليها وتبرد هوريها لكم. حلو الكلام، يلا بينا. شوفوا بقى، هي بردت اهيت، يعني هي كده بردت بعد يوم، لان هي قعدت سخنه مده طويله. بعد يوم اهيت، شفتوا لونها عامل ازاي، قوامها عامل ازاي، قوامها جميل جدا جدا. يعني كيس الجيلي عزز قوامها كمان، يعني ما خلاهوش سايب. الكميه بتاعتي دي ملت عندي برطمانين كبار، يعني البرطمان تقريبا كيلو، وحطيت بتاع 2 كيلو في العلبه الحافظه ديت. انا مش هستعملها على طول العلبه ديت، لا انا بحب دايما احتفظ بمربات عندي في الفريزر. على فكره يا جماعه المربات ما بتجمدش، بتفضل سايله زي ما هي، ما بيتغيرش فيها اي خواص، تمام كده. انا بحطها في الفريزر واسيبها بقى لغايه ما انا ايه احتاجها. شوفوا جمالها، تحفه تحفه تحفه. يلا ابدأي اعملي الفراولة، استغلي الموسم بتاعها وجهزيها عندك في البيت. طبعا مع المادة الحافظة الصحية جدا جدا، كيس جيلي، وهيطلع لك احلى احلى مربى بجد. وطبعا عيني جزء منها، مش لازم تستعمليها كلها، لان احنا ممكن بنحتاج مربات وممكن مش موجودة عندنا. طب احنا ليه نشتريها غالية؟ لا طب ما احنا نعين مثلا جزء او كمية بسيطة كده في علبة حافظة او حتى في كيس ثلاجة عادي وتستعمليها، تمام كده. يلا شوفوا انا بوريكم اهوت، انا بقفلها واحطها كده، يعني هي بتضغط على الغطا وبتحفظ المربى بتاعتي في الفريزر مدة طويلة جدا، ما بيجرالهاش اي حاجة. يلا لو عجبكم الفيديو بتاعي وشفتوني لغاية هنا، ادعوا لي دعوة حلوة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، وما تنسونيش بدعوة حلوة منكم كده، اغلى اصحاب واحلى متابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمن، مع الف سلامة.